وائل، هل هذا هو الأهلي الذي كنت تنتظر في مثل هذه المباريات؟ المباراة الثالثة على التوالي إفريقية لم يسجلها أو لم يحقق انتصار، وطبعا بغض النظر عن الهدف، هل أو تقييمك لأداء الأهلي هجوميا ودفاعيا؟ للأسف يعني الأهلي كان في إمكانه إنه يعمل نتيجة أفضل من كده يا أحمد، وكان ممكن يكسب مش يتعادل بس ويخرج متعادل زي ما سعى تورب. ولكن أنا أشوف الأهلي كان يكسب المباراة دي، لأن زي ما بقول لك الترجي في السنوات الأخيرة ده من أضعف النسخ لنادي الترجي في السنوات الأخيرة. لعيبة متوسطة وأقل من المتوسطة كمان، سواء محترفين أو المحليين. الأهلي بشوية تنظيم هجومي كان يقدر يكسب المباراة، بشوية جرأة هجومية كان يقدر يكسب المباراة. احنا نزلنا بفكرة واحدة وهي الالتزام الدفاعي والاعتماد على التحولات اللي مش جريئة يا أحمد عند اللاعبين، ما عندهمش الرغبة والشراسة الحقيقية ان انا اسجل جول. انا الأهلي انا نازل العب للفوز، انا نازل لا اعمل التحول. عدم وجود راس حربة حقيقي كانت نقطة مؤثرة جدا 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 النهارده في عدم تسجيل الأهلي الأهداف، رغم وجود 3 على دكة البدلاء. ما هو مفيش نظام، انت ما عندكش نظام. انا اروح اجيب 3 لعيبه يعني 3 لعيبه دول كنت افكهم بلاعب واحد، اروح اجيب لاعب واحد ممتاز ومحترم، لاعب عليه القيمه يقدر انه يقود هجوم النادي الاهلي. يعني الاهلي ما قدرش يعوض اسامه ابو علي طبعا، يعني بشكل كبير. الاهلي لابد في عناصر موجوده ومراكز موجوده في الاهلي ما فيهاش نقاش يا احمد. حراسه المرمى، لاعب في وسط الملعب منظم للعب يقدر يلعب اللعب بشكل جيد، امام عاشور موجود، ولكن امام بيستهلك في حتت مش بتاعته. راس حربة حقيقي يحول انصاف الفرص الى اهداف. ده عمود فقري كده في النادي الاهلي لابد انه يكون متواجد. تمام. في ضعف كبير جدا في راس الحربة، وده نقطة مهمة ونقطة توزيع وانتشار اللعيبة. الكورة اللي حصل فيها اصطدام بين اللعيبة وبعض، زيزو طول المباراة ما عملش عرضية زي اللي اتعملت دي. تمام. ركلة الجزاء فيها كلام، يعني انا شايف هاني رافع ايده ولكن التعمد وعدم التعمد ممكن انما في لقطة في الدقيقة 46 ونص للنادي الاهلي، زي ما الحكم، انا عشان هنا هفترض سوء النية في الحكم. انت لو عندك الحكم والفار، لو انت حريص قوي على العداله التحكيميه كنت حسبت للنادي الاهلي اللقطه اللي في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول في الدقيقه 46 ونص. لو شفناها هنا اللقطه دي تقريبا، بص هنا الشد اللي حصل بن شرقي واعاقه، هنا اعاقه كامله. كان لابد ان الفار هنا يرجع في اللقطه دي زي لعبه هاني اللي رجع لها. احنا واحنا بنتفرج احنا شايفين اللقطه يا احمد، انا والكابتن سامي بنتكلم ان هل في ضربه جزاء للاهلي؟ لقيناه بيروح بيتفرج على لقطه قبلها بثواني او بدقيقه. ففي سوء نيه عند الحكم في الحته دي. حتى قراراته خلال المباراه برضو في يعني قرارات غريبه جدا. هنا دي اللقطه اللي انا بقول لك عليها، هنا دفع واعاقه كامله لبن شرقي، كان ممكن تتحسب والفار لازم يرجع فيها. تعقيبك على هذه النقطة.